الأخبار من العربية. أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل جندي وإصابة 10 آخرين من عناصر حرس الحدود في اشتباك قرب مركز حدودي مع اليمن. وبحسب الداخلية السعودية فإن الاشتباك وقع مساء أمس أثناء أداء رجال حرس الحدود لمهامهم في إحدى نقاط المراقبة الحدودية المتقدمة بمركز الحصن في منطقة عسير. كما تعلمون أن حدث أمس إطلاق نار كثيف على أحد المراكز الحدودية، نتج عنه إصابة 5 من أفراد حرس الحدود واستشهاد أحدهم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ونحتسبه عند الله شهيدا. وعلى التو قامت طيران القوات البرية ومدفعية الميدان بالرد على مصدر النيران وتدمير المجموعة التي كانت تحاول التسلل إلى بالقرب من الحدود. أعقب ذلك عملية إسناد جوي قريب من طائرات القوات الجوية لتمشيط كامل المنطقة والتعامل مع القوات التي كانت أو المجموعات التي كانت تواجد على مسافة أبعد من الحدود.